بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبًا بكم متابعيني في حلقة جديدة، واليوم حلقتنا راح تكون عن هذه الحقيبة، راح أحط لكم صورتها. طبعًا أنا ما لقيت أي pattern لها، بحثت لمن تعبت. في النهاية قلت أكبر الصورة على أكثر دائرة واضحة في الحقيبة، وأحاول أرسم. طبعًا قلت لازم إني أطبق على الرسم مثل ما تشوفون، يعني أي باترن أرسمه لازم أنا أطبقه بالأول وأشوف عيوبه وأصلح عليه، بعدين أنشره للبنات عشان يستفيدون منه. طبعًا إذا جيتِ تشبكين دائرة على دائرة راح تاخذين بس سلسلتين هنا، سلسلتين هنا بالشكل هذا، وتشبكين زاوية هنا، تشبكين زاوية هنا، يعني ما راح تشبكينه بالكامل عشان الدائرة تظل محافظة على نفسها. طبعًا هذا مو طالع شكل دائري لأسباب كثيرة. أول شيء تقدرون تقولون طول هنا 8 بغض النظر عن هنا 6، شايفين هنا 6 هنا 8، فأعطاه هذا الشكل. تمام، لازم نغير شوي، يا إما نزيد عدد السلاسل شوي أو نخفض في الطول، والله ما أدري، على حسب، لازم أسوي تجربة ثانية. لكن برضو بنات شي مهم إن الخيط نحيف، فخيوط الحقائب ما تجي نحيفة، تجي ثخينة شوي شوي، ثخينة كذا على حسب يعني. ف برضو هذا سبب إنه يخليها مش الدائرة 100%. تمام، لكن إحنا أهم شي عندنا فكرة الباترون إن نطبقها بالضبط. الدوائر شكلها مرة أنيق وجميل يا بنات. لو تسوون عليها حقيبة لطفلة في العيد برضو بيطلع يجنن. خلونا الآن نشتغل، بجيب لكم خيط يشابه خيوط الحقائب، اللي هو هذا النوع تعرفونه من شركة إليز، اسمه ديفا بلس. تذكرون صورته بالحلقة اللي قبل هذه اللي كانت عن شرح للباترونات. المهم هذا الخيط حلو، يعني شكله زي الحبل، فهذا اللي يخليني أحس كذا من مثل يعني خيوط الحقائب. فخلينا نجرب عليه ونشوف، يعني تجربة، ما إحنا خسرانين شيء. طبعا أنا بنات حاولت قدر الإمكان أرسم باتروني، عشان هذا الباترون أنا ما لقيته. تمام، فقررت إني أرسمه. شايفين هذا اللي أنا كاتبة عندها غرزة تونسية؟ ترى هذا مو رمز الغرزة التونسية أبدا، هي الغرزة التونسية لها رمز، ف يعني رمز جديد، يعني أول مرة كلنا نشوفه وكذا، فما اعتمدت عليه إني أحطه، لأنه أنا أبغى شيء سهل للبنات. تمام، فاللي حابة تبحث عن رمز أو اختصار الغرزة التونسية تقدر تبحث عنها عادي تلاقيها. لكن أنا حابة شيء يكون واضح لكم، فرسمت هذه السنابل على إنها الغرزة التونسية هي اللي أنا أقصد فيها. الدائرة المغلقة دائما هي المنزلقة في كل الباترونات، وهذا شيء معروف. تمام، وهنا السلاسل اللي تكون عبارة عن دائرة لكنها دائرة من جوا مفرغة، فهي السلاسل. هنا كاتبة عدد 6 اللي هي هنا. طبعا البداية بنات من هنا، وأنا كاتبة وحاطة سهم يوضح لك البداية، لكن هذه مش البداية، هذه بعدين في النهاية لما نخلص من هنا راح ندخل في الغرز اللي هنا ونزمها زي ما زمينا هنا. نزمها كيف يعني؟ يعني نجمعها كلها في غرزة واحدة. راح تشوفون كل هذه التفاصيل، ومرة سهل يا بنات. هنا الأرقام هي عدد السطور، وعدد السطور ما تحتاجون ماركر ولا شيء. أوريكم طريقة سهلة تخليكم تعرفين عدد السطور، ما يحتاج ولا ماركر ولا شيء. طبعا من عند البداية أول شيء راح نعمل 6 سلاسل، بعدين ناخذ من كل سلسلة خيط لما نجمعها في السنارة وتطلع 6 خيوط. لازم نتأكد في كل مرحلة في كل سطر إن نفس العدد ما اختلف ولا نقص ولا زاد. لما ينقص أو يزيد يعرف إن السطر اللي قبله أنت غلطتي فيه، ترجعين تراجعين الشغل وتشوفين إيش غلطتي فيه. تمام، السطر الثامن ما نشتغل فيه، لا نزم الشغل، يعني نقفل الشغل. تمام بنات، السطر الثامن المهم، لأنه ما ينفع نشتغل في الثامن بعدين التاسع ما في تاسع، التاسع نزم فيه، لا على كذا بنات بيصير مستطيل فوق ما هو أصلا كأنه مستطيل يعني. تمام، المهم أنا قلت يعني ممكن إذا أنتم حابين أسوي فيديو صغير عن كيف إني أخليه دائرة فعليا، لأنه أنا ما خليته دائرة فعليا، لأنه يعني لسه أنا راسمة الباترون ومتحمسة وقاعدة أصور لكم. يعني لو أنتم حابين بنزل فيديو، بحاول يعني أسوي تجربة ثانية كيف أخليه فعليا دائرة. أحاول لو أجيب خيط يكون حجمه كويس، ويعني نحاول نظبط. المهم بنات،
خلونا نبدأ الآن ونطبق الباترون ونشوف كيف طريقته، كيف نشتغل وكيف نسوي الغرزة التونسية وكل هذه التفاصيل. أول شي بنات أنا باجيب سنارة متوافقة مع الخيط، بل إنها أكبر شوي لإن أنا كنت متعمدة أبغاها تكون أكبر شوي. شوف شكلها تقريبًا شوي يعني مش أكبر يعني، تمام. هذا الخيط أصلًا يناسبه 3.5، أنا جايبة 4. المهم فأول شي راح نستخدم العقدة السحرية اللي أنتم تعرفونها القديمة الأولى، مش المزدوجة اللي دايمًا نشرحها، يعني إحنا دايمًا نشرح المزدوجة. هذه العقدة السحرية القديمة جدًا حقة السلاسل، عقدة السلاسل. بهذا الشكل تكونين متمكنة من شغلك، تمام. بالإصبعين هذولا تمسكين ويلا. 1 هذي عدد السلاسل، 2 3 4 5 6. الآن عملنا 6 سلاسل، حلو. الآن شايفين بنات هذي السلاسل أو السنابل أو يعني أنا ليش أقول سنابل؟ لأن شكلها كذا زي الضفاير الشعر. المهم الآن ندخل في السلاسل، شايفين كذا في النص. شوفوا بنات ركزوا قبل ما تمسكين القطعة وتشتغلين عليها، ركزي. تدخلين هنا في النص، وهنا لاحظي راح يكون في قدامك خيطين على الإبرة، على السنارة شايفين خيطين، هذا هو الصح يعني. أما إنك تدخلين على خيط واحد لا، ما راح يطلع حلو. شايفين بالشكل هذا؟ أجي وأدخل هنا. معلش هذه المرحلة للمبتدئين بتكون شوي يعني حايسين فيها، لكن شوي مع الوقت راح تتعلمون ما عليكم. هنا شايفين خطين، وناخذ بالشكل هذا. احنا الحين عبينا السنارة 3. كم بقى عندي؟ بقى هذه، وهذه آخر غرزة مثل ما تشوفون. طبعا الآن بشوف عدد الغرز اللي على السنارة يا بنات كم؟ 6. هنا 3 وهنا 3. إذا هي 6 معناه شغلك مظبوط وبرافو عليك وكملي. إذا هي أقل اعرفي إن عندك خطأ، حاولي تراجعين شغلك من البداية أو تعيدين الفيديو من البداية عشان تشوفين وين الخطأ اللي عندك، تمام. الآن ناخذ لفة بالخيط يا بنات، وناخذ بس 2. خليكم مركزين معي، تمام. وما تشدون عاد خيطكم، يعني خلي شغلكم عادي، خلوا الخيط ياخذ راحته، تمام. بالشكل هذا، وناخذ 2 وناخذ 2 وناخذ آخر 2، تمام كذا. فركز الآن في النقطة هذه، لأن خلاص من بعد كذا ما راح أشرح، راح أوصل لل8 وأقفل الشغل، تمام. فراح أشرح السطر هذا، فركزوا معي بنات. الآن بنات شوفوا كيف لما أنا مطة الشغل، شوفوا مباين لكم الخيطين هذولا والفراغ اللي جواتهم، وهنا نفس الشي خيطين والفراغ اللي جواتهم، وهنا نفس الشي وهنا نفس الشي، والأخير هذا نفس الشي. بنات هذا الأخير مرة مهم، شوفوا هذا وشوفوا الأخير. شوفوا الأخير تاخذينه بالخيطين اللي على الجنب. فيلا خلونا نبدأ. راح ندخل بدون ما ناخذ خيط، بدون ولا شيء، بالشكل هذا عادي بنات، تمام. وين ندخل؟ ندخل هنا في الخيطين، يعني شايفين واحد طالع على قدام واحد على جوا، احنا ندخل في النص فيما بينهم على الجهة الثانية، ونسحب ونطلع الخيط عشان في السطر الثاني راح ينضم بالشكل هذا ويصير مثل السنبلة أو الضفيرة. عرفتوا الفكرة؟ هذه هي الغرزة التونسية، تمام. بعد كذا شوفوا واضح، شفتوا؟ أدخل هنا، واضح يا بنات، ومرة سهل ولذيذ وجميل بصراحة. هنا بعد شوفوا. إذا ما عرفتوا من شرحي ابحثوا في اليوتيوب عن شرح الغرزة التونسية، وراح تلاقون كثير ناس شرحوها. إن شاء الله يا رب يكون أهم شيء إنكم إيش تكونون فهمتوها، يعني أهم شيء، لأنه أنا ما أدري هل أنا شرحي يكون واضح وسهل لكم أو لا. نجي الآن للأخير، وأخذنا هذه، بقى الآخر واحدة. آخر واحدة كيف نطلعها بنات؟ شايفين هنا في خيط وهنا في ورا خيط، تمام. أجي هنا آخذ هذا الأول، شايفينه هذا أخذته، وآخذ هذا الثاني اللي وراه، حلو، صاروا 2.
آخذ لفة بالخيط وأطلعها. صار شغلي ممتاز الحمد لله. أبدأ أعد 1 2 3 4 5 6 6 خيوط على السنارة. باخذ لفة بالخيط وأطلع بالشكل هذا، ونفس الشي ونفس الشي هنا. طبعًا بنات خلاص أنا الحين شرحت لكم، خلاص أنتم الآن تشتغلون 8 سطور. طبعًا كيف أعرف عدد السطور؟ بما إنه جبنا طاري السطور الحمد لله إني اتذكرت. الآن إحنا لمّا اشتغلنا مجرد ما تلفين كذا على جنب، شوفوا هذه أول ضفيرة وهذه ثاني ضفيرة، تمام؟ اللي هي السنبلة، خلّينا نقول سنبلة عشان يكون الكلام واضح. طالع عندنا من على جنب هنا 1 2 معناها إحنا الآن خلصنا السطر الثاني، خلصنا خلاص، داخلين الحين على السطر الثالث. مجرد ما ننتهي من السطر الثالث نطالع على جنب نلاقي صاروا 3، تمام؟ أول ما تشوفينهم صاروا 7 وأنتِ الحين داخلة على السطر الثامن، إيش تسوين؟ تاخذين طبعًا كل الخيوط اللي تكون على الإبرة لا تشتغلين فيها بالسطر الثامن، لأ تزمينها كلها مرة واحدة، تمام؟ فأنا الآن باوصل السطر الثامن وأرجع لكم عشان ما تطول يطول الشرح، تمام؟ والآن بنات أنا وصلت إلى الثامن، يعني شايفين الخيوط اللي على السنارة هذه السطر الثامن. نعد من هنا 1 2 3 4 5 6 7 7 وأنا الحين في السطر الثامن. ناخذ لفة كذا بالخيط مثل ما تشوفون، ونزم الغرز، عفوا أنا قلت قبل شوي الخيوط، الغرز راح نزمها بالشكل هذا. بعد كذا ناخذ سلسلة مثل ما تشوفون، حلو. الآن بنات الحمد لله الخيط هذا لونه فاتح مرة عشان يكون واضح. الآن بعد ما أخذنا السلسلة اللي شفتوه قبل شوي، شايفين هذا أول واحد يصادفنا، أول خيط يجي قدامنا هذا ندخل فيه كذا لوحدة، شايفين لوحدة بنات، يعني ما راح يكون 2 راح يكون 1، تمام. ونشتغل الآن بالمنزلقة. كيف شكل المنزلقة؟ كذا، أول شي نخليها كذا ممطوطة شوي، تمام، بعدين ندخل بالشكل هذا لأن هذه الحركة تعطينا توسع جميل، تمام. نجي في الحين نشتغل على الأطراف بنات لين نوصل عند البداية، حلو. فخليكم مركزين معي. نجي هنا فما ندخل جوا كذا داخل كذا، لا بنات كذا غلط، ناخذ الطرف بس، شفتوا خيط واحد. ركزوا عشان تشوفون كيف. بعدين نمطها شوي، ندخل هنا ناخذ طرف واحد فقط، نمطها شوي. الآن بعد ما وصلت عند آخر وحدة نجي عند، شايفين هذه العقدة، عقدة البداية، في قدامها خط، هذا الخط هو اللي نشتغل فيه. وشوفوا عدد الخطوط هذه، شوفوها 1 2 3 4 5 وهذا الأخير هذا 6. شايفين هذا؟ لازم يا بنات تفهمون سلاسل البداية، تعرفونها من شكلها، شوفوا من شكلها واضحة، تمام. مع الأيام راح تعرفون هذا الشي. ندخل في أول وحدة وخلينا الآن ركزوا ركزوا في حاجة مهمة. عشان نتخلص من خيط المنزلقة هذه إيش نسوي؟ ناخذ منزلقة أخيرة وخلاص، صار الحين الخيط هذا تبع السلسلة هذه، تمام. نخلي ما نشتغل فيه. يعني كيف ما نشتغل فيه؟ يعني ما عاد فيه منزلقة. انتظروا انتظروا بنات. ندخل الحين في السلسلة اللي بعدها، هذه سلاسل البداية ال6 اللي احنا اشتغلناها، خلاص نخليه ما نشتغل فيه يعني منزلق. ندخل في اللي بعده 3 4 وهذا 5 والآن هذا السادس. شايفين صعب شوي بس نحاول. لو تجيبين سنارة أصغر عادي، أهم شي يعني مو تشتغلين فيها بس لين تطلعين الخيط بعدين تركبين على السنارة الأساسية وتشتغلين، يعني يعني سددوا قارب. الآن نعد كم، 1 2 3 4 5 6، العدد مضبوط. فإيش نسوي؟ نسوي زي ما سوينا في السطر الثامن، تتذكرون كذا. بعد كذا راح ناخذ سلسلة ونعيد نفس الحركة، نفس الحركة اللي سويناها. نشوف هنا وين أقرب خيط،
طبعًا شوفوهم بنات بس هو أكيد إنه هنا، كيف صار مدفون يعني صار ورا صار الجهة الثانية صار راجع على ورا، لاحظتوا؟ أنا لاحظته بصراحة. إيش نسوي؟ منزلقة، نيجي هنا بنات مو تلخبطون تجون هنا والّا شي لا عشان ما تصير تصغر الدايرة، تمام؟ كذا. لو خفتوا تلخبطون ميّلوا شوفوا لحد وين أقصى هذا الخيوط، شوفوا أنا خلاص هذا أقصى شي يعني. الآن بنات قرّبنا نوصل للنهاية بس أنا وقّفت عشان أوريكم إنكم آآ لازم تركزون عشان ما تلخبطون. طبعًا اشتغلت هنا بقى هذي شايفين؟ من بعدها في هذي الدايرة. يعني الحين بقت هذه ما يصير أتجاوزها وأجي في الدايرة على طول، بيصير في فرق شايفين وين المنزلقة بيصير لأ في لخبطة تمام، فآجي هنا في هذه شايفين هي قديش طويلة، وآخذ منزلقة خلاص الحين وصلت إلى هذه الدائرة اللي إحنا أخذنا عليها سلسلة، بعد ما زمينا الخيوط أخذنا سلسلة شايفينها؟ هذه هي فيها فتحة صغيرة، هذه الفتحة الصغيرة راح أدخل السنار جواتها وآخذ الخيط وخلاص أنهي الشغل، راح آخذ منزلقة أخيرة يا بنات، وأقص الخيط من هنا وأسحبه وأبدأ أنظفه يعني أنظف القطعة تمام، خلونا نراجع شغلنا كيف نمط شوي نسوي refresh شوفوا هذا وأنا قاعدة أوسّع المنزلقة مع ذلك شوي فيه زم هنا، وترى مثل ما أنتم شايفين يا بنات شايفين الشكل كيف؟ طبعًا إذا سويتِ أعداد من هذه القطعة راح تشبكين هنا مع القطعة الثانية مع القطعة الثالثة والرابعة تصير مثل الزاوية، وهنا نفس الشي يصير مثل الزاوية، أما في الجوانب بس تاخذين 2 أو 3 ومن الأطراف بنات من الأطراف، وتشبكينها مع الدوائر الثانية عشان تصير آآ يعني تشبكينها مع الدوائر الثانية عشان تصير الدايرة دايرة يعني ما يصير تشبكينها كاملة كلها ما ينفع بنات، زي الحقيبة بالضبط شايفين كيف هم بس شابكين الأطراف تمام، عشان تحافظ على منظرها إنها ما زالت يعني دائرية وكذا تمام، طبعًا أنا خيطي هذا ناعم وشوفوا كيف يتعفط مش من خيوط الحقائب، لكني حاولت قدر الإمكان أجيب شي مبروم وعشان يكون واضح وشكله جميل وإحنا نشتغل فيه تمام. وأنتم تشتغلون وسّعوا الشغل يعني حاولوا إنكم ما تشدون الخيط، شوفوا كيف يعني حتى وأنا ماني شادة الخيط شوفوا كيف يعني شوي تحسونه، وأنا أقول برضه لو أشتغل على قطعة على خيط حقائب يمكن يطلع أفضل، وشوفوا الفرق مع إنه نفس العدد بس تحسون هذه أصغر عشان مثل ما قلنا حجم الخيط يفرق. عمومًا أتمنى يا رب تكون الحلقة أعجبتكم، لا تنسونا من الدعاء وصلوا على النبي، وحطوا لايكات إذا عجبتكم الحلقة، شاركوني بنات رأيكم، انتقدوني عادي أنا والله ما أزعل، أنا مقدرة جدًا إن أنتم ما تحبون تضايقون أو تزعلون غيركم، لكن عادي ترى في نقد بناء بنات وحياكم الله، وشكرًا لكم على المشاهدة ومع السلامة حبايبي.